لو الزمالك قدر يخلص الثلاث صفقات دول فاحنا فعلا حرفيا بنتكلم عن هجوم ممكن يرجع الزمالك لهيبته تاني. اول حد يا جماعه، اول حد ده تاني وتالت ورابع وعاشر لحد بكره الصبح، هفضل اتكلم على اللعيب ده لحد بكره الصبح. ابراهيم عادل ده يا جدعان مش بس جناح، دي موهبه تقيله وبيعرف يخترق في اي حته وسريع وعنده حل فردي يفتح لك اي دفاع مقفول، بيسجل كمان. يعني اقول لك ايه، لوحده يا جدعان كفيل يغير شكل الهجوم تماما. زلاكا ملوش حل، يعني قوه بدنيه، تحركات دايما مزعجه لاي دفاع، بيعرف يستغل المساحات كويس قوي وبيجري من غير كوره بذكاء، ملوش حل. مختصر كده وجوده هيعمل دوشه في اي دفاع وهيفتح مساحات لغيره كتير. طيب عندك يا باشا اهمهم بقى واجمدهم جريك كوسيسا، اللي انا اعرفه اللي هو يعني الفتره ديت ان هو في كلام ان احنا بنخلص معاه ومتقبل العرض بتاع الزمالك لانه هو فري، فهو الزمالك عرض عليه 2 مليون دولار او هو كان معروض ب 2 مليون دولار، تمام، والزمالك وافق على شروط. طيب ده ايه نظامه؟ ماشي يا باشا، اللعيب ده عنده خبرة أوروبية، لعيب سريع جدا، تحركاته ذكية قوي، بيعرف يصنع قوة حلوة قوي للمهاجمين. طيب يعني ممكن يبقى عنصر مفاجأة ورقة رابحة وجامدة جدا. جدعان لعيب عالي، انا سايب لكم الحكم عليه، تمام. الاهلي هو الاهلي كان بيفاوضوا الميركاتو اللي فات وبتاع، بس انا حاليا انا شايف ان هو مش يعني خلاص، يعني هو شبه مستحيل، يعني هيجيبوه يعملوا بيه ايه برضه في عز ان انت جايب بن شرقي وزيزو وعندك حسين الشحات وعندك ده وعندك ده وعندك الدنيا خربانه معاكم زي الفل، يعني مش محتاجين الراجل ده في اي حاجه. لو الثلاثه دول جم الزمالك فاحنا بنتكلم عن خط هجوم متنوع سريع موهوب، بص قادر يصنع الفرق في اي خصم. ساعتها بس تقول يا باشا ان الزمالك ده كده ايه، شكرا، رجع لفريق الرعب ويهد اي دفاع في الدوري المصري.